شباب من تقعد وياه وتسولف يقول لك أنا ما أريد أصير متدين، أنا ما أريد أصير حوزة، الحوزة تقيدني، الدين يقيدني، أنا أريد أضحك، أريد الشاقة، أريد أعيش حياتي. هذا كلام شيطاني، لأن الشيطان ينفث في روع الإنسان، نفس الأمارة بالسوء، تعلم الإنسان على هاي التبريرات، هاي الأعذار. وهو من قال بأن الدين يمنع الإنسان من الضحك، يمنع الإنسان من الحرية، يمنع الإنسان من السعادة، يمنع الإنسان من جمع المال في سبيل بناء الأسرة. منو قال هذا الكلام؟ ما قال هذا الكلام إلا النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعوانه لعنة الله عليهم. فما في إشكال، يقدر الإنسان يلتزم، يكون متدينا ويمارس حياته، يضحك، يكون سعيد. بالعكس هو الدين والالتزام الديني هو مصدر، هو أساس هذه الأمور. يعني الإنسان المتدين تلقاه إنسان يخاف الله عز وجل، فإذا خاف الله عز وجل خاف من العواقب، وإذا خاف من عواقب الأمور لا تجني الكوارث. الإنسان يوم اللي يخاف من عواقب الأمور ما تجي كوارث أو مصائب، وبالنتيجة راح يكون إنسان سعيد مرتاح في هذه الدنيا، لأن لا هم يشغل هم باله، ولا آه، مشاكل أو امتحانات أو بلاء يصيبه. ليش؟ لأن الإنسان متقي مؤمن، إيمانه إيمانه يؤنسه، إيمانه يطمنه، فكرة عقيدته هي اللي تكون أنس له، وتكون مرشد له، وتكون تطمن له، يعني تكون إنسان يطمنه منه هذا الإيمان وهذه العقيدة وهذا الفكر اللي يحمله، اللي هو الفكر الإسلامي المحمدي، فكر أهل البيت عليهم السلام. فكلما تسلح الإنسان بالالتزام الديني، بالأحكام الشرعية، بصلاته، بصومه، بقراءة القرآن، بالاستماع إلى المواعظ، بالاستماع إلى النصيحة، كلما كان إنسانا متزنا لا تهزه العواصف، ولا تهزه المشاكل، ولا تهزه الهموم ولا الغموم.